يا مساء الجمال والدلع. النهاردة هنعمل تتبيلة للفراخ حلوة جدا. هنعمل تتبيلة البرتقال، بجد تتبيلة طعمها حلو قوي وريحتها تجنن. هتدي طعم مميز جدا للفراخ، هتبقى الفراخ معاكوا دايبة وشاربة من صوص البرتقال. بجد هتعجبهم جدا لما تجربوا. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. أول حاجة هنبدأ بيها وهي التتبيلة. في طبق هننزل بنص كوباية من عصير البرتقال الفريش، عليها معلقة صغيرة من بشر قشر برتقال، معلقة ونص صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، البصل باودر، توم الباودر، والبابريكا. وهنديهم تقليبة كده مع بعض في العصير لحد ما التوابل تدوب خالص. وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من عسل النحل، وعسل النحل هنا هيعادل الحموضة اللي موجودة في عصير البرتقال. هنزل كمان بمعلقة كبيرة من الكاتشب وهديهم تقليبة لحد ما يدوبوا تماما في العصير. هبدأ بقى أجيب الفراخ، طبعا أنا غسلاها كويس ومنشفاها من أي مية. هنزل بيها في التتبيلة، هفضل كده أدعكها في التتبيلة علشان تشرب من طعم التتبيلة شوية. وبعد كده هجيب كيس تلاجة وهنزل بالفراخ في كيس التلاجة، وبعد كده هنزل عليه بباقي التتبيلة. هربط الكيس كويس وهفضل أرجه علشان الفراخ تشرب من التتبيلة. ودي أفضل طريقة إن أنا أتبل بيها الفراخ لما تكون التتبيلة سايلة بالشكل ده. هحطها بقى في الطبق وهسيبها في التلاجة لتاني يوم. طبعا لو انتي مستعجلة ممكن تسيبيها من 2 ل3 ساعات في التتبيلة، بس طبعا ان انتي تعمليها من بالليل هيكون أفضل. بعد كده هحضر صينية وكيس حراري، وهطلع الفراخ من التلاجة وهبدأ أحط الفراخ في الكيس الحراري، وكمان هنزل عليها باقي التتبيلة. وقطعت برتقانة شرايح وهحط شرايح البرتقان مع الفراخ جوه الكيس. هقفل الكيس كويس جدا وهعمله فتحتين بالسكينة من الجنبين علشان الكيس ما يفرقعش في الفرن. طبعا انا مستخدمة وراك زي ما انتوا شايفين، لو انتي حابة تستخدمي فرخة كاملة مفيش اي مشكلة. حطيت الكيس الحراري في صينية عشان ادخلها الفرن، وكمان لو انتي الصينية اللي انتي مستخدماها من النوع اللي بيتحرق في الفرن هتحطي شوية مية مغلية علشان الصينية بتاعتك ما تتحرقش. دخلتها بقى الفرن على درجة حرارة 200، هتاخد تقريبا ساعة ونص لحد ما تستوي، وهتبقى مستوية جدا ودايبة معاكي وشاربة من البرتقان وطعمها في منتهى الجمال. طلعتها بقى من الفرن وبدأت أفتح الكيس بالشكل ده، خلي بالك علشان الكيس هيبقى سخن جدا. ونزلت بقى الفراخ في الصينية علشان أحطها تحت الشواية تاخد وش كده من فوق وتبقى مقرمشة وطعمها حلو. طلعتها بقى من تحت الشواية، بصوا لونها حلوة قوي ومقرمشة، الجلد بتاعها كده مقرمش واخد لون، وفي نفس الوقت هي طرية من جوه ودايبة وشاربة من صوص البرتقال. مش قادرة اقولكوا على طعمها ولا ريحتها، يعني لو في حاجة بتوصل لكم الريحة والله كنت عملتها. كمان الصوص اللي نازل منها ده ممكن تاكلوه بعيش طعمه يجنن. ممكن تعملوا معاها شوية طحينة وبطاطس محمرة وتبقى وجبة سريعة ومتكاملة، أو رز أو مكرونة اللي يعجبكم. أنا قدمتها مع مكرونة بالصلصة، وإحنا عملناها مع بعض قبل كده بطريقة حلوة قوي وطريقة سهلة ومميزة. هسيب لكم اللينك في أول كومنت عشان لو حبيتوا ترجعوا للفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.